هقول لكم نصيحة سريعة. معذرة على المنظر، بس أنا والله ما بحبش أظهر بوشي. تمام. إيه. استمتع باللحظة. وشوف، عشان أقول لكم حاجة يا شباب، الأيام كده كده هتمر. فليه الأيام تمر عليك وتتأثر منها؟ أي مرحلة في حياتك مش عاجباك دلوقتي، أي مرحلة في حياتك مش عاجباك دلوقتي، هي كده كده هتمر. ليه بقى المرحلة دي تمر عليك وتتعبك نفسيا؟ قولي ليه بجد. انتم مثلا دلوقتي كبار، تمام. ليه تخلوا اصلا او تسمحوا لاي مرحله في حياتكم انها تمر عليكم بعد كده وتخليكم تعبانين نفسيا؟ ليه؟ انا عارفه قوي انها مش بايدينا والله، بس انا جايه انصحكم نصيحه. هو انا النهارده كنت قاعده ف يعني بسمع عن الموت وكذا، وبشوف مثلا في التلفزيون ناس كبيره وخلاص كبرت ولحظتهم عدت والحلوه. فبقول ليه الانسان بقى، بقول هو احنا عارفين ان لحظاتنا هتمر، بس ليه نسمح للحظات دي تمر علينا واحنا مرضى نفسيا؟ بقول ازاي تمر بقى؟ هي كده كده هتمر. ازاي تمر علينا واحنا كويسين نفسيا؟ هقول لكم بالفكرة ايه. ازاي اللحظات تمر علينا واحنا كويسين نفسيا؟ واحد، عيش اللحظة زي ما هي بكل تفاصيلها، ما تفكرش في اللي جاي ولا اللي راح ولا اي حاجة. فكر في دلوقتي هتعمل ازاي، هتعيش اللحظة ازاي، وما تفكرش كمان. اي لحظة تجيلك في حياتك، مامتك عاوزاك تعمل لها كوباية قهوة، استمتع وانت بتعمل لها كوباية القهوة وافرح، وهكذا. لحظة هتعدي. بتذاكر مثلا، ذاكر بكل هدوء وبالراحة. لحظة وهتعدي والله. بس ده رقم واحد، استمتعوا باللحظة اللي انتوا عايشينها. اتنين، لو البيئة مش عاجباك، البيئة دي اللي انت هتعيش فيها لحظاتك، حاول يا صديقي، حاولي تهيئي البيئة، حتى لو جزء بسيط قوي هيأتيه لدراستك او لعملك او لفكرك او لطموحك. حتى لو الناس اللي في البيئة وحشين، حتى لو الناس اللي فيها مش بيساعدوك وهكذا، ما تزعلوش. الأنبياء تعرضوا لحوادث مثل هذه يعني. سيدنا يعقوب لما قال إني أشم ريح يوسف، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. استهزأوا استهزأوا. كذلك لما فعلوا مع سيدنا محمد. فشوفوا، انت عندك حاجة جواك محدش شايفها غيرك، محدش حاسس بيها غيرك، طاقة أو طموح أو حلم شايف نفسك هتوصله، محدش شايف ده غيرك. فبالتالي ما تسمحش لرؤيتهم هم تأثر على رؤيتك الجميلة اللي انت شايفها بنفسك. انت اضرب نفسك بجد، محدش اضرب بيك من نفسك. محدش عارف نفسك بتفكر فيها وجواها ايه. فبالتالي ما تسمحش لقراراتهم او اي حاجة بيقولها عنك تأثر فيك بالسلب. خد الإيجابيات وارمي السلبيات، وانتهى الأمر. ده رقم اتنين. رقم واحد، عيش اللحظة. رقم اتنين، تخليش البيئة تأثر عليك، وهيئ لنفسك لحظات، هيئ لنفسك الحاجات اللي توصلك لحلمك وتساعدك ان البيئة دي تكون زي ما انت عاوز. تلاتة يا اصدقائي، محدش هيجي ويطلعك من البيئة دي، فبالتالي لازم تتأقلم مع البيئة. يعني تكون راضي بأي حاجة في البيئة، عشان أي حاجة في البيئة دي هي اللي هتوصلك لبيئة أفضل. فلازم تتأقلم مع الحاجات البسيطة اللي عندك، عشان الحاجات البسيطة اللي عندك دي تتعلم منها وتستثمر فيها. هي تستثمر في نفسك بالحاجات اللي مش عاجباك دي، عشان الحاجات اللي مش عاجباك دي هي اللي هتوصلك بعد كده. موبايلك البايظ مثلا، تعلم عليه أي حاجة. أي حاجة عندك مش كويسة، آه، حاول تصلحها تظبطها على قد إمكانياتك وعلى قد مقدرتك، وتستثمر فيها بنفسك. أي حاجة خليها تساعدك. الموبايل، التلفزيون مثلا، اسمع عليه دورات، اسمع عليه أي حاجة. بس يا شباب، الحياة بسيطة جدا. أتمنى أنكم يعني تكونوا كويسين نفسيا قوي، وأتمنى أنكم تحققوا أحلامكم. دي كانت نصيحة واحد، عشان تعيش اللحظات عشان تعيش حياتك ولحظاتك اللي هتمر من غير ما تكون تعبان نفسيا. واحد، عيش اللحظة بكل ما فيها. اتنين، هيئ لنفسك، ما تستناش حد يهيألك، انتوا كبرتوا بقى يا شباب.
فحاولوا تساعدوا نفسكم، متستنوش حد يساعدكم أو يدعمكم أو يزقكم زقة. انتهى الأمر ده. احنا في زمن كل واحد بيقول نفسي نفسي. والله ربنا يعين اللي بيفكر في غيره واللي بيساعد في غيره. طبعا ان انت تفكر في غيرك وتساعد غيرك زي ما انا بساعدكم دلوقتي، مش محتاجة حاجة منكم. الجزاء طبعا على الله عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هيجازينا كلنا على اي فعل بنساعد بيه بعضنا او كذا. بس والله اللي انا بشوفه في الدنيا ان الحياة بقت صعبة، وان الناس فعلا بقت مشغولة قوي لدرجة انهم بيكسلوا يرفعوا سماعة التليفون يرنوا عليك يطمنوا عليه لو انت قريبهم او انت بتاع وهكذا. فيا شباب بتمنى نصيحة تكون يعني فادتكم، واكتبوا لي كومنتاتكم في التعليقات. ايوه اكتبوا لي تعليقاتكم في التعليقات. تمام. ربنا يوفقكم يا شباب ويرضى عنكم يا رب وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. آمين عقاب. والسلام عليكم.